وهو في النساء أولى. وهو في النساء، أو طبعا هو مطلوب في الرجال وفي النساء، لكن في المرأة أولى. في المرأة أولى، لأنه يعفها ويجعلها محل احترام للرجال ومحل حذر منهم. أما إذا رأوها لا تستحي، كأن تتبرج أو تتغنج أو تتمايل في مشيتها أو لا تخضع بقولها حينئذ، أو تضرب برجليها ليعلم ما تخفى من زينتها، حينئذ يطمع فيها من كان في قلبه مرض، كما قال تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولذلك يقول بعض أهل العلم أن في الزنا النبي الله عز وجل قال: الزانية والزاني، وفي السرقة قال: السارق والسارقة. فبدأ في الزنا بالمرأة قبل الرجل. لماذا؟ قالوا: لأنها لو استحت ما استطاع يقربها الرجل، لولا أنها أغرته ما استطاع يقربها. أغرته بأي شيء؟ بلباسها، بحركاتها، بنظراتها، بابتسامتها، بنعومة صوتها، حتى كانت الصالحات إذا جاءت تكلم الرجل وضعت يدها على فمها حتى يخشن الصوت ويتغير. فهذه من أدوات الحياء التي ينبغي أن تربى النساء عليهن. ينبغي على المرأة إذا جاءت تشتري شيء أو حاجة ألا تنظر في البائع. الممرضة أيضا، الطبيبة، ما لم يحتاجون إلى النظر. هذا موضوع آخر، لأن النظر كما قال عيسى عليه السلام: اتقوا النظر أو احذروا النظر فإنه مفتاح كل شر. وأظنه شوقي الذي قال هذا البيت: نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. النظرة هذه، العين هذه عجيبة. ولذلك ينبغي تعويد النفس وتعويد الأطفال سواء رجال أو على الحياء. فالحياء نعمة الواقع، وأجره عظيم، وهو من شعب الإيمان. نعم.